الإخوة اللي يتكلموا باللغة العربية هنا مسجد الجن. في حاجة اسمها محبس الجن ومسجد الجن. خليها أفسر الإخوة الجمهور الكثيرة أولا باللغة الصومالية. إن شاء الله هل كان مساجد كمحل هذا مسجد الجن. مسجد الجن وحاجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هبين كمذا هبين ندى سوى أصحاب سلسلة حديث عبد الله بن مسعود سوى أصحاب تلجوجة أيها واحد عي إن ورسول صلى الله عليه وآله وسلم اللواي كدب وين راديان وعيد عاوة وحانو كوا برسن هبين آذو الشربان ويا وحي كبقي الرسول كين للدلي صلى الله عليه وآله وسلم أما اللي اغتيالي لكن الرسول الصبح يمركو يمد صلى الله عليه وسلم وعود حالي وحباي ومردعين walaaliheen oo jin abaa ka haystay oo raacay iyaga ayaan quraan soo aqrinayay kadibna waan tusaya meesha xalay dageen meel buu geeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu tusay raadkoodii xalay meesha seexdeen ay joogeen buu tusay aasaartoodii buu tusay wuxuu tusay dabkii ay shitaan iyo dambaskii buu tusay wuxuu halkaan ay xalay joogeen marka intaas muhiimada كلية أيه إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. الإخوة لماذا سمي مسجد الجن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في الحديث الذي إمام أخذه ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي كان مع الصحابة ثم فقدوه فقالوا ما عليه أين الرسول الله صلى الله عليه وسلم أين مشى ربما اغتيل ربما مات ربما لكنه بالصباح جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الليلة البارحة مشيت مع الإخوة الجن مشيت معهم وذهبوا معي وقرأت لهم القرآن الكريم ثم وراهم الصحابة نعم قرأ القرآن الكريم ثم ورى الصحابة بالصباح مكان مكان الاجتماع والنيران اللي عملوا البارحة وآثارهم وكل هذه الحاجة فهذا هو فقط فبنوا المسجد مكان فبنوا المسجد مكان علشان صلى الله عليه وسلم مهمة عبادة ما مروا بوان براروجينيا هذا ليس للعبادة ومصعنا إن نيران هل يمات وهل وحي لكن آثار يراد ويان رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ما دامت قصة مروية في القرآن الكريم إن ضدتوشين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن مركا إن أنا ضدتوش شاقنو إذا جرت الناس إن شاء الله وصعوني English.